نتحول لخبر آخر مشاهدينا. الكنيسة تقول قداس رأس السنة والميلاد في منتصف الليل. تفاصيل خبر أنه أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الكنائس ستقيم قداسات رأس السنة وأعياد الميلاد في موعدها وفي 12 بعد منتصف الليل. وقال القوموس سيرجيوس وكيل البطريركية إن الكنائس لم تطلب من وزارة الداخلية الخروج مبكرا من القداسات، وفوجئنا بذلك في وسائل الإعلام وقمنا بالاتصال بوزارة الداخلية التي قامت بدورها بنفي هذا الخبر. تعليق. الحقيقة في هذا الخبر لأنه كان قيل في بعض وسائل الإعلام أنه هينتهي 10:30. يعني من قراءة حضرتك لهذا الخبر يعني نتوجه بالتهنئة الصادقة من القلب لكل إخواتنا المسيحيين شركاء الوطن، ونتمنى لهم أعياد هنيئة إن شاء الله. بس اللي بطلبه من وزير الداخلية أنه يأمن الكنائس المصرية بمنتهى الحسم والقوة في هذا التوقيت، إن شاء الله ما نشهدش أي أحداث بقى ما نشوفش أي أحداث وأن يحصل تفجيرات هنا أو هنا ونقول إن في مشاكل في العالم. بس هل عندك حالة من التخوف، خاصة إنه بعض السفارات ومنها السفارة الأمريكية دعت رعاياها لعدم الخروج والنزول في رأس السنة مع أعياد رأس السنة بشكل عام، دعت رعاياها في القاهرة تحديدا إنه يعني ما فيش داعي إنه أنتوا تخرجوا. معنى كده انه في يعني عاده التصريحات التي تخرج من السفاره الامريكيه بيكون لديها معلومات او لديها استنباط ما انت عندك جهاز مخابرات عامه وعندك جهاز امن وطني. ما اعتقدش ان المخابرات الامريكيه واجهزه الاستخبارات الامريكيه بيبقى عندها معلومات اكتر من اجهزه الدوله. ده يبقى يعني ده لو حاصل احنا عندنا عبث. لكن انا اعتقد ان الامن المصري انا عندنا من كفاءه الامن المصري انه يمتلك القدره على تامين هذا الشعب ومقدرات هذا الشعب. ويمكن قالوا سياده الفريق السيسي في خطابه الاخير ان القوات المسلحه والشرطه باذن الله قادرين على تامين مقدرات هذا الوطن. هنتحول